بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ غبرت بزاف، سمحوا لي. شكرا الناس اللي كيسولوا عليا، الله يجازيكم بخير. راه كان عندي واحد الظرف، الحمد لله راه دابا بخير على خير الحمد لله. وكي تشوفوا جبت لكم هذا رشوش الصحراوي وهذا المخمريات اللي كيجيو رائعين، كيجيو زوينين، لا في اللون ولا في الريحه، ما شاء الله. هذا نبداو على بركه الله. هذا الرشوش الكحل والرشوش الابيض، وهذا الرشوش هكا اللون ديالو فاتح. حتى هو تندير معكم الطريقه ديالو ان شاء الله. وهادو هما المخمريات او الدهنات، او المهم كل واحد يعني كيجيو زوينين رائعين، واحد الريحه فيهم غزاله ما شاء الله. المهم الطريقه كلها موضحه في الفيديو، غير شوفوها مزيان وطبقوها، راه غادي يجيكم نفس النتيجه. وصافي نخليكم دابا مع البدايه ديال الفيديو، الطريقه ديال التحضير ديال هاد الروايح ولا هاد الرشوش مع هاد الدهاني او المخمريات اللي كيجيو رائعين. وفرجه ممتعه. ودابا بسم الله على بركه الله غادي نبداو. عندي هنايا القرعه ديال الرفدور ولا هاد المهم البديل ديالها، الا ما لقيتوهاش اي حاجه ديروها. ها هي عندي القرعه كانت عامره، نقصت منها الكاس. غادي نحتاج هنايا القرنفل، غادي نحتاج هنايا المسك، حكيته هنايا هو هذا الحجره ديال المسك، غير هذاك حكيته بالحكاكه باش يسهل عليا. عندي هنايا واحد المعلقه ديال تاره مطحونه. المهم هاد المصطلحات راه جداد عليا، ولكن درت البحث وجبرتهم. هادشي كلشي غادي تجبروه عند العطار. عندي هنايا المسكه الحره حتى هي مطحونه، هنا راه طاح ليا فيها غير الحبوب ديال القرنفل شويه. وعندي هنايا قصر غينت والهرهار حتى هما مطحونين ومغربلين. عندي هاد العودان ديال الرشوش. عندي هنايا هاد الدكومه، وعندي السنبل. وغادي نبداو على بركه الله. غادي نبداو هنايا. المهم هنا غادي نحاولوا نديروا شي حاجه باش ندوزوا هذوك المواد باش ما يتشتتوش لينا. غادي نديروا واحد 2 معالق ديال القرنفل، نبقاو بشويه بشويه حتى يتكب لينا في القرعه كي تشوفوا. المهم هادشي راه يوسخ، ولكن غادي نحاولوا معاه باش ما يتكبش لينا. غادي نديروا معلقه ديال التاره، ها هي. المهم هاد الخيط اللي درنا شويه غيسهل علينا بحال هكا. وغادي نجيبو هنايا المسكه الحره حتى هي مطحونه. غادي نحاولوا ندوزوها حتى هي. نجيبو المسك المطحون حتى هو غادي نديرو منو معلقه.
ولا عفوا داك المسك اللي حكينا. وهذا التاره والهرهار، راه ملي جيت نغربلهم صافي خلطتهم صافي بقاو مخلطين. نديرو 2 معالق. هذه الغاليه نسيت ما قدمتهاش لكم، هي غادي نديرو منها واحد معلقه كبيره تشوفوا. صافي. وهذه الكومه غادي نديرو منها معلقه. غادي نحاولوا باش ما يتكبش لينا هذا الشيء. هذا خليه حتى راه غادي نعاودو نستعملوه. صافي. بعد ما درنا ديك المعلقه ديال السنبل او ديال الدكومه، غادي نديرو هاد القرعه ديال السنبل، غادي نحاولوا معاها حتى تكب بحال هكا، هذه كتقطر. صافي. وهاد العودان حتى هو غادي نديرو واحد، نحاولوا حتى نغطيوه راه غادي يدخل. المهم ردينا هذيك اللي في الدور اللي كنا درنا في الكاس، رديناها القرعه. صافي. ونحاولوا نغطيوها ونحركوا هاد المكونات مزيان. ونخليوها عندنا راه باش ما تعطلات، باش ما تتولي فيها ريحه زينه تبارك الله. كي تيسميوها الخميره، راها فعلا محدا كتخمر وهي كتعطي المفعول والريحه احسن. ونتمنى يكون الفيديو عجبكم. ما تبخلوش عليا باللايكات ديالكم، الاشتراكات اللي مازال ما اشتركش في القناه يفعل الجرس باش يبقى يوصلوا ان شاء الله كل جديد. وصافي كيبقى هكا. بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله. غادي نبداو على بركة الله. وكي تشوفوا هنايا عندنا هنايا المكون الرئيسي ديال هاد الدهنه اولا هاد الخميره الكحله هي والصفراء. هاد سميتو الكريم ديال عائشه ولا الدهنه الصفراء ولا كل واحد كي تيسميها. عندنا زيت ليسيور، عندنا هنا القرنفل مطحون مزيان ومغربل بشي زيت اللي يكون رقيق. عندنا هنايا مسكه الحره، وعندنا الامساك. هنايا عندنا هاد السنبل، وعندنا الروح ديال العيشه، وعندنا هنايا الروح ديال او مسك مكه، والرواح هنايا كل واحد اللي عجبو شي مسك ممكن يضيفو. وعندنا هذا زيت جونسون، عندنا الغاليه، وعندنا هاد المسك تاو غادي نحكوه. وغادي نبداو على بركه الله. غادي نجيب واحد الكاسرونه
غادي نضيفو هاد الزيت، غادي نخليو شويه منه حتى نضيفو هداك الجونسون، وغادي نضيفو ليه هاد المسكه الحره كي تشوفوا كامله، وغادي نديروه فوق النار على العافيه مهيله. صافي كي تشوفوا حنا درنا هاد الزيت، ها هو فوق النار، نقصو النار شوف تكون الشعله ناقصه باش تذوب هاد المسكه على خاطرها وما يتحرقش لينا الزيت. تشوفوا هي المسكه الحره بدات تذوب لينا. صافي من بعد ما ذاب لينا المسكه، هذا هو المسك، ها هو طحناه ولا حكيناه في الحكاكه، ها هو نضيفوه. ودابا بسم الله على بركه الله غادي نبداو. عندي هنايا القرعه ديال الرفدور ولا هاد المهم البديل ديالها، الا ما لقيتوهاش اي حاجه ديروها. ها هي عندي القرعه كانت عامره، نقصت منها الكاس. غادي نحتاج هنايا القرنفل، غادي نحتاج هنايا المسك، حكيته هنايا هو هذا الحجره ديال المسك، غير هذاك حكيته بالحكاكه باش يسهل عليا. عندي هنايا واحد المعلقه ديال التاره مطحونه. المهم هاد المصطلحات راه جداد عليا، ولكن درت البحث وجبرتهم. هادشي كلشي غادي تجبروه عند العطار. عندي هنايا المسكه الحره حتى هي مطحونه، هنا راه طاح ليا فيها غير الحبوب ديال القرنفل شويه. وعندي هنايا تصرغينت والهرهار حتى هما مطحونين ومغربلين. عندي هاد العودان ديال الرشوش. عندي هنايا هاد الدكومه، وعندي السنبل. وغادي نبداو على بركه الله. غادي نبداو هنايا. المهم هنا غادي نحاولوا نديروا شي حاجه باش ندوزوا هذوك المواد باش ما يتشتتوش لينا. غادي نديروا واحد 2 معلقات ديال القرنفل، نبقاو بشويه بشويه حتى يتكب لينا في القرعه كي تشوفوا. المهم هادشي راه يوسخ، ولكن غادي نحاولوا معاه باش ما يتكبش لينا. غادي نديروا معلقه ديال التاره، ها هي. المهم هاد اللي درنا شويه غيسهل علينا بحال هكا. وغادي نجيبو هنايا المسكه الحره حتى هي مطحونه، غادي نحاولوا ندوزوها حتى هي. نجيبو المسك المطحون حتى هو غادي نديرو منه معلقه، ولا عفوا داك المسك اللي حكينا. وهذا التاره والهرهار، راه ملي جيت نغربلهم صافي خلطتهم صافي بقاو مخلطين. نديرو 2 معلقات
هذه الغاليه نسيت ما قدمتهاش لكم، هي غادي نديرو منها واحد معلقه كبيره تشوفوا صافي. وهذه الكومه غادي نديرو منها معلقه، غادي نحاولوا باش ما يتكبش لينا هذا الشيء. هذا خليه حتى راه غادي نعاودو نستعملوه. صافي بعد ما درنا ديك المعلقه ديال السنبل او ديال الدكومه، غادي نديرو هاد القرعه ديال السنبل، غادي نحاولوا معاها حتى تكب بحال هكا، هذه كتقطر. صافي. وهاد العود حتى هو غادي نديرو واحد، نحاولوا حتى نغطيوه راه غادي يدخل. المهم ردينا هذيك الفطور اللي كنا درنا في الكاس، رديناها للقرعه. صافي ونحاولوا نغطيوها ونحركوا هاد المكونات مزيان. ونخليوها عندنا راه باش ما تعطلات، باش ما تتولي فيها ريحه زينه تبارك الله. كي تيسميوها الخميره، راها فعلا محدا كتخمر وهي كتعطي المفعول والريحه احسن. نتمنى يكون الفيديو عجبكم. ما تبخلوش عليا باللايكات ديالكم، الاشتراكات اللي مازال ما اشتركش في القناه يفعل الجرس باش يبقى يوصلوا ان شاء الله كل جديد. وصافي كيبقى هكا. ودابا بسم الله على بركه الله غادي نبداو. عندي هنايا القرعه ديال الرفدور ولا هاد المهم البديل ديالها، الا ما لقيتوهاش اي حاجه ديروها. ها هي عندي القرعه كانت عامره، نقصت منها الكاس. غادي نحتاج هنايا القرنفل، غادي نحتاج هنايا المسك، حكيته هنايا هو هذا الحجره ديال المسك، غير هذاك حكيته بالحكاكه باش يسهل عليا. عندي هنايا واحد المعلقه ديال تاره مطحونه. المهم هاد المصطلحات راه جداد عليا، ولكن درت البحث وجبرتهم. هادشي كلشي غادي تجبروه عند العطار. عندي هنايا المسكه الحره حتى هي مطحونه، هنا راه طاح ليا فيها غير الحبوب ديال القرنفل شويه. وعندي هنايا تسرغينت والهرهار حتى هما مطحونين ومغربلين. عندي هاد العودان ديال الرشوش. عندي هنايا هاد الدكومه، وعندي السنبل. وغادي نبداو على بركه الله. غادي نبداو هنايا. المهم هنا غادي نحاولوا نديروا شي حاجه باش ندوزوا هذوك المواد باش ما يتشتتوش لينا. غادي نديروا واحد 2 معالق ديال القرنفل، نبقاو بشويه بشويه حتى يتكب لينا في القرعه كي تشوفوا. المهم هادشي راه كاي
يوسخ، ولكن غادي نحاولوا معاه باش ما يتكبش لينا. غادي نديرو معلقه ديال التاره، ها هي. المهم هاد القاعات اللي درنا شويه غيسهل علينا بحال هكا. وغادي نجيبو هنايا المسكه الحره حتى هي مطحونه. غادي نحاولوا ندوزوها حتى هي. نجيبو المسك المطحون حتى هو غادي نديرو منو معلقه، ولا عفوا داك المسك اللي حكينا. وهذا التاره والهرهر، راه ملي جيت نغربلهم صافي خلطتهم صافي بقاو مخلطين. نديرو 2 معالق. هذه الغاليه نسيت ما قدمتهاش لكم، هي غادي نديرو منها واحد معلقه كبيره تشوفوا. صافي. وهذه الكومه غادي نديرو منها معلقه. غادي نحاولوا باش ما يتكبش لينا هذا الشيء. هذا خليه حتى راه غادي نعاودو نستعملوه. صافي. بعد ما درنا ديك المعلقه ديال السنبل او ديال الدكومه، غادي نديرو هاد القرعه ديال السنبل. غادي نحاولوا معاها حتى تكب بحال هكا، هذه كتقطر. صافي. وهاد العود حتى هو غادي ندير واحد. نحاولوا حتى نغطيوه راه غادي يدخل. المهم ردينا هذيك الفضول اللي كنا درنا في الكاس، رديناها للقرعه. صافي. ونحاولوا نغطيوها ونحركوا هاد المكونات مزيان. ونخليوها عندنا راه باش ما تعطلات، باش ما تتولي فيها ريحه زينه تبارك الله. كي تيسميوها الخميره، راها فعلا محدا كتخمر وهي كتعطي المفعول والريحه احسن. نتمنى يكون الفيديو عجبكم. ما تبخلوش عليا باللايكات ديالكم، الاشتراكات اللي مازال ما اشتركش في القناه يفعل الجرس باش يبقى يوصلوا ان شاء الله كل جديد. وصافي كيبقى هكا. لا غادي نبداو. عندنا هنايا هاد الريحه او هاد العطر ديال المنهطه. راني نقصت شويه هنا كي عرفتوا، راه غادي نزيدو هاد المكونات. غادي تعمر لنا القرعه. عندي هاد العطر ديال لوفيليا زوين حتى هو، غادي نضيفوه. عندي هنايا الارواح
ديال الروايح. المهم غادي تمشيو عند اللي كيبيع هاد الروح ديال العطور، غادي تاخدو نتوما اللي يعجبكم. المهم يكونوا روايح فيهم ريحه بارده. عندنا هنا سيف الحسن، نديرو منو قطرات. عندنا هاد الروح ديال العيشه نديرو منو قطرات، و السنبل تا هو منو قطرات. عندنا هذا العود ديال اللي كيجي في الرشوش. عندنا هنايا هاد تراب المسك العول غاليه، وعندنا الحجره ديال المسك. يعني هنايا بقى عندي مطحونه، لا عفوا هو هذا، وهذه المسكه الحره حتى هي مطحونه. وغادي نديرو واحد شويه ديال الحليب او الكريم ديال نيفيا، ونبداو على بركه الله. نضيفو هاد لوفيليا. المهم اني ضفت اكثر من نص. غادي نديرو قطرات ديال السنبل، نديرو قطرات ديال عيشه او الروح ديال عيشه، وهاد المسك ديال سيف الحسن. نضيفو هاد العطر تا هو منو شويه، وهذا الروح الثانيه حتى هي نضيفو منها شوي. هادو راه فيهم بزاف، غادي تمشيو تاخدو اللي يعجبكم، غادي تشموهم الريحه اللي عجباتكم ضيفوها. المهم درت النص ديال هادي، وغادي نضيفو هنايا هاد المسكه حره، غادي نضيفو منها شويه. بحال هكا غادي نشوفو شي طريقه باش نضيفوها. نضيفو تقريبا واحد المعلقه حتى المعلقه ونص. غادي نضيفو هاد المسك او هذاك المسك اللي تيكون بحال الصابونه، حكيناه. غادي نضيفو هاد الغاليه حتى هي منها واحد المعلقه حتى جوج معالق. نتوما كتشوفوا، وكان نضيفو هنايا واحد جوج معالق حتى 3 ديال هاد الكريم ديال اي حليب عندكم مرطب فيه ريحه زينه، غادي يعطيكم
نعطيكم واحد الاضافه لهاد الخميره البيضاء ولا كي تتسمى الرشوش الابيض. وهاد الشيء راه باش ما تعطلو هاد الروايح، باش ما كتعطي فيهم ريحه احسن. هذا هو اللون ديالو. دابا كي تشوفوا غادي نعمروها بهاد هادشي اللي نقصنا من القرعه. هادي ماشي كله نقصناه منها، كان شي حاجه في هاد القرعه الاخرى غير زدت عليه. المهم غادي نعمرو حتى الفوق صافي. غادي نخليه فين ما خوات لكم هاد القرعه وصلت شويه بقاو زيدوا فيها حتى يخصكم هادوك المكونات وعاد ضيفوهم. غادي نضيف هنايا هاد العطر ديال صبايا، نسيت ما قلتوش لكم، طوا نضيف منه قطرات حتى هو ريحته زوينه وبارده. صافي شوفوا القوام ديالو كي تيولي واللون ديالو. نتمنى يعجبكم الفيديو، ما تبخلوش عليا بلايكات ديالكم، التعاليق ديالكم، ونهاركم مبروك وشكرا على المشاهده. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والى فيديو لاحق ان شاء الله. نسيت هذا ما قلتوش لكم، راه حاطاه ما عقلتش عليه. المهم ها هو هاد العود غادي نديروه ديال الله. على بركه الله غادي نبداو. عندي هنايا هاد الكريم، المهم اي حليب يعود قوامه رطب. وهذا نضيف له هذا ديال نيفيا. عندي هنايا المسك هذا محكوك هذا. عندي هنايا هاد السنبل، واي روح عندكم بحال هنايا هذا روح، هذا ما فيه تسميه، هذا هو صبايا تيكون ريحته. المهم اي مسك عندكم ممكن تضيفوا القطرات ديالو. هذه جادور. وغادي نبداو على بركه الله. نشدو هنا شي اناء يكون كبير نفرغوا فيه الكريم. غادي نضيفوا له هاد الارواح اللي عندنا. غادي نديرو قطرات من السنبل. المهم اللي قديتو توجدوا من هاد الارواح وديروه في هاد الكريم غادي يضيف له نكهه وريحه احسن. المهم نخلطوا هاد المكونات.
نضيفولو هذا الكريم ديال نيفيا. المهم اي كريم عندكم ولا اي كريم كتفضلوه يمكن لكم ديروه، ماشي بالضروري يكونوا هادو. ريحه طالعه من هذا الكريم زوينه، واخا نعيا نقول لكم ما نوصفهاش لكم. جربوه ردوا عليا واش عجبكم، كي جاتكم الطريقه ديالي. صافي غادي نديرو هنايا شويه ديال المسك. هذا هو القوام ديال هذا الكريم ديالنا، الريحه ديالو ما شاء الله. لا غادي نبداو. عندنا هنايا هاد الريحه او هاد العطر ديال منهطه. راني نقصت شويه هنا، كي عرفتوا راه غادي نزيدو هاد المكونات. غادي تعمر لينا القرعه. عندي هاد العطر ديال لوفيليا زوين حتى هو، غادي نضيفوه. عندي هنايا الارواح ديال الروايح. المهم غادي تمشيو عند اللي كيبيع هاد الروح ديال العطور، غادي تاخذوا نتوما اللي يعجبكم. المهم يكونوا روايح فيهم ريحه بارده. عندنا هنا سيف الحسن، نديرو منو قطرات. عندنا هاد الروح ديال العيشه نديرو منو قطرات، و السنبل حتى هو منو قطرات. عندنا هذا العود ديال اللي كيجي في الرشوش. عندنا هنايا هاد تراب المسك العول غاليه. وعندنا الحجره ديال المسك. يعني هنايا بقى عندي مطحونه، لا عفوا هو هذا، وهذه المسكه الحره حتى هي مطحونه. وغادي نديرو واحد شويه ديال الحليب او الكريم ديال نيفيا، ونبداو على بركه الله. نضيفو هاد لوفيليا. المهم انا ضفت اكثر من نص. غادي نديرو قطرات ديال السنبل. نديرو قطرات ديال عيشه او الروح ديال عيشه. وهاد المسك ديال سيف الحسن. نضيفو هذا العطر حتى هو منو شويه. وهذا الروح الثانيه حتى هي نضيفو منها شوي. هادو راه فيهم بزاف، غادي تمشيو تاخذوا اللي يعجبكم، غادي تشموهم الريحه اللي عجبتكم ضيفوها. المهم درت النص ديال هادي. وغادي نضيفو هنايا هاد المسكه حره، غادي نضيفو منها شويه.
بحال هكا. غادي نشوفو شي طريقه باش نضيفوها. نضيفو تقريبا واحد المعلقه حتى المعلقه ونص. غادي نضيفو هذا المسك او هذاك المسك اللي تيكون بحال الصابونه، حكيناه. غادي نضيفو هاد الغاليه حتى هي منها واحد المعلقه حتى جوج معالق. نتوما كتشوفوا. وكنضيفو هنايا واحد جوج معالق حتى 3 ديال هاد الكريم ديال اي حليب عندكم مرطب فيه ريحه زينه. غادي يعطيكم واحد الاضافه لهاد الخميره البيضاء ولا كتسمى الرشوش الابيض. وهذا الشيء راه باش ما تعطلوا هاد الروايح، باش ما كتعطي فيهم ريحه احسن. هذا هو اللون ديالو. دابا كيف تشوفوا غادي نعمروها بهذا هادشي اللي نقصنا من القرعه. هادي ماشي كله نقصناه منها، كان شي حاجه في هاد القرعه الاخرى غير زدت عليه. المهم غادي نعمرو حتى الفوق صافي. غادي نخليه فين ما خوات لكم هاد القرعه وصلت شويه بقاو زيدوا فيها حتى يخصكم هادوك المكونات وعاد ضيفوهم. غادي نضيف هنايا هاد العطر ديال صبايا، نسيت ما قلتوش لكم. طبعا نضيف منه قطرات حتى هو ريحته زوينه وبارده. صافي. شوفوا القوام ديالو كيولي واللون ديالو. نتمنى يعجبكم الفيديو. ما تبخلوش عليا بلايكات ديالكم، التعاليق ديالكم، ونهاركم مبروك وشكرا على المشاهده. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والى فيديو لاحق ان شاء الله. نسيت هذا ما قلتوش لكم، راه حاطاه ما عقلتش عليه. المهم ها هو هاد العود غادي نديروه ديال الله. على بركه الله غادي نبداو. عندي هنايا هاد الكريم. المهم اي حليب يعود قوامه رطب. وهذا نضيف له هذا ديال نيفيا. عندي هنايا المسك هذا محكوك هذا.
عندي هنايا هاد السنبل، واي روح عندكم بحال هنايا هذا روح، هذا ما فيه تسميه، هذا هو صبايا تيكون ريحته. المهم اي مسك عندكم ممكن تضيفوا القطرات ديالو. هذه جادور، وغادي نبداو على بركه الله. نشدو هنا شي اناء يكون كبير نفرغوه فيه هاد الكريم. غادي نضيفو لهاد الارواح اللي عندنا. غادي نديرو قطرات من السنبل. المهم اللي قديتو توجدوا من هاد الارواح وديروه في هاد الكريم، غادي يضيف له نكهه وريحه احسن. المهم نخلطوا هاد المكونات. نضيفوا له هذا الكريم ديال نيفيا. المهم اي كريم عندكم ولا اي كريم كتفضلوه يمكن لكم ديروه، ماشي بالضروري يكونوا هادو. ريحه طالعه من هذا الكريم زوينه، واخا نعيا نقول لكم ما نوصفهاش لكم. جربوه ردوا عليا واش عجبكم، كي جاتكم الطريقه ديالي. صافي غادي نديرو هنايا شويه ديال المسك. هذا هو القوام ديال هذا الكريم ديالنا، الريحه ديالو ما شاء الله. بسم الله، الصلاه والسلام على رسول الله. غادي نبداو على بركه الله. وكي تشوفوا هنايا عندنا هنايا المكون الرئيسي ديال هذا الدهنه اولا هاد الخميره الكحله هي والصفراء. هذا سميتو الكريم ديال عائشه ولا الدهنه الصفراء ولا كل واحد كي تيسميها. عندنا زيت ليسيور، عندنا هنا القرنفل مطحون مزيان ومغربل بشي زيت اللي يكون رقيق. عندنا هنايا مسكه الحره، وعندنا الامساك. هنايا عندنا هاد السنبل، وعندنا الروح ديال العيشه، وعندنا هنايا الروح ديال او مسك مكه، والرواح هنايا كل واحد اللي عجبو شي مسك ممكن يضيفوه. وعندنا هذا زيت جونسون، عندنا الغاليه، وعندنا هاد المسك تاو غادي نحكوه. وغادي نبداو على بركه الله. غادي نجيب واحد الكاسرونه
غادي نضيفو هاد الزيت، غادي نخليو شويه منه حتى نضيفو هداك الجونسون، غادي نضيفو ليه هاد المسكه الحره كتشوفوا كامله، وغادي نديروه فوق النار على العافيه مهيله. صافي كي تشوفوا حنا درنا هاد الزيت، ها هو فوق النار، نقصوا النار شويه تكون الشعله ناقصه باش تذوب هاد المسكه على خاطرها وما يتحرقش لنا الزيت. كتشوفوا هي المسكه الحره بدات تذوب لينا، صافي من بعد ما داب لنا المسكه هذا هو المسك، ها هو طحناه ولا حكيناه في الحكاكه، ها هو نضيفو. صافي هنايا من بعد ما ضفنا المسك غادي نضيفوه، ندير العبره ديال الغاليه، درنا واحد الكوتشه كبيره ولا واحد المعلقه، صافي غادي نضيفو من هاد الزيت هاد الجونسون هو شويه، واحد الريحه طالعه وزاله من هاد الزيت. من بعد ما عطرنا بهذوك العطور ضفنا الزيت، وحنا غادي نبقاو نضيفو المكونات. غادي نضيفو هاد السنبل، غادي نضيفو هداك النص اللي كان عندنا في ديك القاعه. المهم اللي بغى يضيف جوج امساك يضيفهم ديال السنبل. وعندنا هاد روح عيشه، هي نضيفوها. غادي نبداو نضيفو هاد هنا الصفرا، كامله كنضيفو هادوك الشطات القرايه اللي عندنا. المهم كل واحد يدير قياسو، اللي بغى يدير وحده اللي بغى يدير جوج، هادي المقادير المهم على حساب شحال بغيتو. من بعد ما كبيناهم كاملين هادوك البطاط اللي عندنا ديال البطه الصفراء او الدهنه الصفراء، المهم راه شي بلايص ما وصلوهم لنا المعلقه باش نديروهم باش حتى شي حاجه ما تضيع. نديو لينا هاد الحبه كامله تجانس مع الزيت، عاد نفرقوها ونديرو فيها القرنفل ونديرو الجهه الاخرى تبقى صفراء. صافي دابا درت لينا هاديك الدهنه كامله. صافي هنايا من بعد ما ضفنا المسك غادي نضيفوها، ندير العبره ديال الغاليه، درنا واحد الكوتشه كبيره ولا واحد المعلقه، صافي غادي نضيفو من هاد الزيت هاد الجونسون هو شويه،
واحد الريحه قرعه شغاله من هاد الزيت. من بعد ما عطرنا بهذوك العطور ضفنا الزيت، وحنا غادي نبقاو نضيفو المكونات. غادي نضيفو هاد السنبل، غادي نضيفو هذاك النص اللي كان عندنا في ديك القاعه. المهم اللي بغى يضيف جوج امساك يضيفهم ديال السنبل. وعندنا هاد روح عيشه هي نضيفوها. غادي نبداو نضيفو هاد هنا الصفرا، كامله كنضيفو هادوك الشطات القرايه اللي عندنا. المهم كل واحد يدير قياسو، اللي بغى يدير وحده، اللي بغى يدير جوج، هادي المقادير المهم على حساب شحال بغيتو. بعد ما كبيناهم كاملين هادوك البطاط اللي عندنا ديال البطه الصفراء او الدهنه الصفراء، المهم راه شي بلايص ما وصلوهم لنا المعلقه باش نديروهم باش حتى شي حاجه ما تضيع. نديو لينا هاد الحبه كامله تجانس مع الزيت، عاد نفرقوها ونديرو فيها القرنفل ونديرو الجهه الاخرى تبقى صفراء. صافي دابا درت لينا هذيك الدهنه كامله. لا غادي نبدا. عندنا هنايا هاد الريحه او هاد العطر ديال المنهطه، راني نقصت شويه هنا كي عرفتوا. راه غادي نزيدو هاد المكونات، غادي تعمر لينا القرعه. عندي هاد العطر ديال لوفيليا زوين حتى هو، غادي نضيفوه. عندي هنايا الارواح ديال الروايح. المهم غادي تمشيو عند اللي كيبيع هاد الروح ديال العطور، غادي تاخذوا نتوما اللي يعجبكم. المهم يكونوا روايح فيهم ريحه بارده. عندنا هنا سيف الحسن، نديرو منو قطرات. عندنا هاد الروح ديال العيشه نديرو منو قطرات، و السنبل تا هو منو قطرات. عندنا هاد العود ديال اللي كيجي في الرشوش. عندنا هنايا هاد تراب المسك او الغاليه، وعندنا الحجره ديال المسك. يعني هنايا بقى عندي مطحونه، لا عفوا هو هذا، وهذه المسكه الحره حتى هي مطحونه. وغادي نديرو واحد شويه ديال الحليب او الكريم ديال نيفيا، ونبداو على بركه الله. نضيفو هاد لوفيليا. المهم اني ضفت اكثر من نص. غادي نديرو قطرات ديال السنبل، نديرو قطرات ديال عيشه او الروح ديال عيشه.
وهاد المسك ديال سيف الحسن. نضيفو هاد العطر تا هو منو شويه. وهذا الروح الثانيه حتى هي نضيفو منها شوي. هادو راه فيهم بزاف، غادي تمشيو تاخدو اللي يعجبكم، غادي تشموهم الريحه اللي عجبتكم ضيفوها. المهم درت النص ديال هادي. وغادي نضيفو هنايا هاد المسكه حره، غادي نضيفو منها شويه بحال هكا. غادي نشوفو شي طريقه باش نضيفوها. نضيفو تقريبا واحد المعلقه حتى المعلقه ونص. غادي نضيفو هاد المسك او هذاك المسك اللي تيكون بحال الصابونه حكيناه. غادي نضيفو هاد الغاليه حتى هي منها واحد المعلقه حتى جوج معالق. نتوما كتشوفوا. وكنضيفو هنايا واحد جوج معالق حتى 3 ديال هاد الكريم ديال اي حليب عندكم مرطب فيه ريحه زينه. غادي يعطيكم واحد الاضافه لهاد الخميره البيضاء ولا كتسمى الرشوش الابيض. وهذا الشيء راه باش ما تعطلوا هاد الروايح، باش ما كتعطي فيهم ريحه احسن. هذا هو اللون ديالو. دابا كتشوفوا غادي نعمروها بهذا هادشي اللي نقصنا من القرعه. هادي ماشي كله نقصناه منها، كان شي حاجه في هاد القرعه الاخرى غير زدت عليه. المهم غادي نعمرو حتى الفوق صافي. غادي نخليه فين ما خوات لكم هاد القرعه وصلت شويه بقاو زيدوا فيها حتى يخصكم هادوك المكونات وعاد تضيفوهم. غادي نضيف هنايا هاد العطر ديال صبايا، نسيت ما قلتوش لكم، طوا نضيف منه قطرات حتى هو ريحته زوينه وبارده. صافي. شوفوا القوام ديالو كتيولي واللون ديالو. نتمنى يعجبكم الفيديو، ما تبخلوش عليا بلايكات ديالكم، التعاليق ديالكم، ونهاركم مبروك وشكرا على المشاهده. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والى فيديو لاحق ان شاء الله. نسيت هذا ما قلتوش لكم،
راه حاطاه ما عقلتش عليه. المهم ها هو هاد العود غادي نديروه ديال الله على بركة الله. غادي نبداو. عندي هنايا هاد الكريم، المهم اي حليب يعود قوامه رطب. وهذا نضيف له هذا ديال نيفيا. عندي هنايا المسك هذا محكوك هذا. عندي هنايا هاد السنبل، واي روح عندكم بحال هنايا هذا روح، هذا ما فيه تسميه، هذا هو صبايا تيكون ريحته. المهم اي مسك عندكم ممكن تضيفوا القطرات ديالو. هذه جادور. وغادي نبداو على بركه الله. نشدو هنا شي اناء يكون كبير نفرغو فيه الكريم. غادي نضيفو له هاد الارواح اللي عندنا. غادي نديرو قطرات من السنبل. المهم اللي قديتو توجدوا من هاد الارواح وديروه في هاد الكريم، غادي يضيف له نكهه وريحه احسن. المهم نخلطوا هاد المكونات. نضيفوا له هذا الكريم ديال نيفيا. المهم اي كريم عندكم ولا اي كريم كتفضلوه يمكن لكم ديروه، ماشي بالضروري يكونوا هادو. ريحه طالعه من هذا الكريم زوينه، واخا نعيا نقول لكم ما نوصفهاش لكم. جربوه ردوا عليا واش عجبكم، كي جاتكم الطريقه ديالي. صافي غادي نديرو هنايا شويه ديال المسك. هذا هو القوام ديال هذا الكريم ديالنا، الريحه ديالو ما شاء الله.